في زمن كانت فيه الحقيقة تطلب بين الجدل والصراع، ولد رجل غير الإيمان مجرى حياته. الأنبا يوحنا أسقف أورشليم ولد الأنبا يوحنا من أبوين يهوديين تقيين متمسكين بشريعة التوراة، فأحسنا تربيته وتهذيبه حتى أصبح بارعا في علوم الشريعة ومتمكنا من الجدل والمناظرة. وكان كثيرا ما يجادل المسيحيين باحثا عن الحقيقة. وبينما هو في إحدى مناظراته تأكد له مجيء السيد المسيح وأنه هو الإله الحقيقي المنتظر، فآمن بالمسيح على يد القديس يسطس أسقف أورشليم ورسم شماسا. ونظرا لغزارة علمه وفضله اختير أسقفا على أورشليم. وخلال حكم الوالي أريانوس أعيد بناء ما تهدم من المدينة، وبني برج عند بوابتها نقش على بابه لوح رخامي يحمل اسمه. وأصدر الوالي أمرا بمنع المسيحيين من الصلاة في موضع الجلجثم أو حتى عبوره، مما زاد من اضطهاد اليهود والأمم لهم، واشتدت الضيقات على المؤمنين. ونال الأنبا يوحنا نصيبه من هذه الآلام حتى امتلأ قلبه بالحزن، فرفع صلاته إلى الله طالبا الراحة والرحيل إليه، فاستجاب الله لطلبته ورقد في الرب بسلام بعد أن خدم كرسي الأسقفية لمدة عامين فقط. بركة صلاته تكون معنا جميعا، آمين. لا تنسونا في صلواتكم مون جيسو. وإذا أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا دعمنا بمتابعة القناة ليصلكم المزيد من الصلوات، القصص الملهمة من تاريخ الكنيسة. شكرا لمشاهدتكم.